فولكانو بركان الراب. من مبدأ انعدام الأمن والأمان في الدولة، من مبدأ ظاهرة التفجيرات كيف صار في الثورة. نبدأ نوضح لك خويا الليبي وركز على النقاط، كلام كبير وتفكير يوسف ثلاثي الأبعاد. نشرح لك الفكرة ونبدأها من النقطة البعيدة، مش نرجع بيك وتاخذ مني المعلومة المفيدة. أصل الموضوع كان من الأمريكان، فكرة مدروسة خويا جت بتقسيم السودان، جت بفكرة سياسية خوذة مني التحليل. دقق في كلامي وركز توا بنعطيك الدليل. مؤامرة مدروسة كانت بين أمريكا وإسرائيل، والهدف وصول لمصر واستيلاء أراضي النيل. هكي ظنوها مصر خلاص راحت فيها، رجعني ليبيا توا نقسمها كيف ما نبيها. كيف يقسمها؟ بيبدأ بالفتنة الأهلية، باش تبقى شرق وغرب وهكي المنطقة الشرقية. خلاص انضمت وهكي يقدر يخش لمصر، من جنوب السودان وشرق ليبيا تم الحصر. مبروك عليكم مصر ويرجع ليبيا توخير. وشن بيدير؟ بيبدأها بالفتنة والتفجير. فجر 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 خلي الشعب يخاف، احرق 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 نهاية المطاف. اسرق 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 هالمال السايب، اقتل 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 وانضم للكتايب. سكت الشباب 2400 وخلي المؤتمر يهف المعاملات النفطية. بالمليارات يهفوا بالمليارات، وسعر النفط وفلوسها ترجع لك مخدرات. خمرة مسمومة لعبة مرسومة، عشان لما الشباب يذيعوا المسؤول ما تقدر تلومه. شباب ضاعوا خلاص للأسف هذا اللي صاير، اما اللي صرناها من الأول ثورة فبراير. نفس الأوضاع في عهد المقبور الشعب يعاني، متغير شي كيف عهده كيف عهدي كيف السيداني. تنو الميكاني تنا اللي درت الثورة، تنا ثاير من الثوار اللي قلبهم على الدولة. وريني شاب واحد في المجلس حتى لو على البنا، شاطرين غير تساعدوا تعطوا في أصواتكم ملعت حنا. كملتوها كذب وتقولوا صار اغتيالات، كيف صار ما شفتش منكم حتى واحد مات. نهاية انتو درتوها علي اساس نزاهة، باش تبينوا نظافتكم خزي عليك فوقاها. ما فيش الا رئيس الارقام بس عبد الفتاح، تيريش هو الوحيد من اول اغتيال طاح. عليش اغتالوه لانه حق في الجبهة، خدم بقلبه ربه ما فكر انه يسيبها. وانتو شو درتوا؟ خاطي سرقة والاعلام الزايف، بتقولوا شفافية والمذيع مازال يدلو خايف. تتحولها قناة الخيمة باربع صوابع، ما تقدر تحولها المؤتمر بروح يتابع فيها بالفتنة هيك يبوها. ومن كثرة فرحتهم بيها لين قريب يدعموها. ما هيش بعيدة والله مش بعيدة، لو كانت قلبج على الأمر تلقى حاجة أكيدة. البلاد باعوها ما تبيهم يدعموا قناة، تخلك ساكت صدق غير الظلم والمأساة. صدها يا زايد طلع لك بالعزل السياسي، باش تقعد للمساحة ويفضل الكرسي الرئاسي. بصوته من شهيد وكلمة ما يمشيش هباء، شاقين بالخارج بس قدم الطاعة والولاء. المؤتمر ما ينسجم الا لما يسمعها، ما يمشيش هباء معناها جريمة هو صنعها بكل افعاله. ولا حتى بسكوته خطف قتل سرقة تفجير سجل عنه وتفوته. مؤتمر وطني اسم ماهوش عليه مسمى، تلوين الوطنية خسارة هو اللي ناشر سمه. قتل القنصل الامريكي سيناريو جو الافلام، لعبة ملعوبة ما بين الاعوان وبين الاسلام. خلينا نقولوا انصار الشريعة وهيك تبان كيف اللي ارهاب وامريكا يديروا انزال. قالوا خشوا من تشاد، قالوا خشوا من السودان، قالوا خشوا من النيجر، ما يهمش من اي مكان. يخشوا منين ما يخشوا غير من اللي انت الحدود. اما داخل البلاد من شورك الجود بالموجود. قاعدين احرار بلادي ما يخطلوها، يفدوها بالدم ليبيا سقع على الامريكان يخشوها. وموتوا فيها بلادي موتوا عليها، وربي الكعبة ليبيا ما تموت دبلنا بنغازي فيها. نذكر كم يا مؤتمر كم من شهيد استشهد، نذكر كم يا مؤتمر كم ناسين المشهد. نذكر كم يا مؤتمر بالمفقودين اللي راحوا، نذكر كم يا مؤتمر بالجرحى واللي ضحوا. نذكر كم يا مؤتمر كم من ابن يتم، نذكر كم يا مؤتمر كم من صاحن تحطم. نذكر كم يا مؤتمر كم امرأة أرملت، نذكر كم يا مؤتمر كم من جيزة كملت. نذكر كم بالجريح اللي قريب يجيف، ولا بولد المسؤول اللي في
ماليزيا سيف. نذكركم يا مؤتمر بالشيخ المفتي الفاضل، نهاجي زيد لجانب والشاب الليبي عاضل. نذكركم يا مؤتمر شو صار في جامعاتنا، عطوا فلوس للشباب يجوز يسروا بناتنا. نذكركم يا مؤتمر كم ناسين الجرحى، نذكركم كم عائلة ليبية ناس يا فرحة. نذكركم يا مجلس كم ساير يده مقطوعة، نذكركم يا مجلس كم ساير رجله مبتورة. نذكركم كيف عايشين اصحاب الدخل المحدود، نذكركم يا مؤتمر كيف مفتوح الحدود. نذكركم يا مؤتمر بالفوضى والتهميش، نذكركم يا مؤتمر ونقول لك وين الجيش. ونزيد نذكركم بانعدام الامن والامان، نذكركم يا مؤتمر بالقسم والحلفان. ونذكركم يا مؤتمر ونقول وين الدستور، ونذكركم بالكرسي وباللي صاير للمقبور. ننهي كلامي تحية شكر للصاعقة علي كل اللي بذلتوا على المجهودات الفائقة. الله يحفظكم خوتي الله يحفظكم، ندعي للخالق ربي السلام ديما مرافقكم.